جراديشار على المنشار يسجل. جماهير تتجنن في المدرجات. والولد الشاب محمد الأولى في المباراة من نصيب المهاجم السلوفيني الجديد على طول. جراديشار يسجل هدف التقدم يا سيدة في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول أو الربع ساعة. النادي الناس كلها عمالة زعلانة على وسام أبو علي، وهنجيب مهاجم مكانه وهنعمل مكانه وهنودي مكانه. أنا هنا مبسوط جدا بموضوع وسام أبو علي لهدف واحد فقط. احترامي كبير لوسام أبو علي ونجوميته ان هو هداف وكل حاجه. خلاص هي رغبه اللاعب ان هو عايز يمشي، يا سيدي سيبه يمشي خلاص بقى، مش عايز يقعد معاك خلاص يتكل على الله. لكن انا هنا علشان خاطر افكرك ان عندنا مهاجم جبار. نعم هو مش صندوق، مش من المهاجمين اللي شبه وسام ابو علي ومحمد شريف مصطفى محمد، لا هو مهاجم مختلف تماما، ستايل تاني خالص. وش رجل ولا وش رجل تريكة، مفيش امتع من كده. يا عزيزي انا جبت لحضرتك شوية فيديوهات واهداف ومهارات لاعب السلوفيني جراديشار. عليه وشة رجل دواء، وشة رجل ملبن. فكرك كده بأيام زمان، اللعب الجميل، أيام الفن، أيام تريكة، أيام كأس العالم للأندية والسهر لحد الفجر، الشوط اللي بتتلعب 7 صباحا. الرأسية بتاعته في الهدف بيفكرك بعماد متعب، فلافيو في وسطه، والشوطة بتاعته باليمين يفكرك محمد شريف. ازاي يستلم الكورة ويسلمها، ازاي يبقى لاعب محطة، ازاي يلعب اسيست، يعمل البروي اسيست، حاجة عظيمة. لعيب بالنسبة لي انا بحب الواد ده جدا. صغير عنده 21 سنة، ما قعدوا على الدكة بديل لوسام وخلاص وسام ماشي. احنا ليه عمالين نتعب نفسنا؟ وسام ومهاجم جديد وستايل وبتاع. احنا عندنا قطعة ذهبية، لعيب متأسس صح. بص هنا الاسيست اللي عمله لاحمد رضا في بيراميدز. هنا الكرة دي ازاي يعني، لعيب جامد. بص هنا لعيب بيلعب اسيست، يستلم، خدنا ضربة جزاء. ازاي يخدم على اللعيبة، يستلم الكرة. بص هنا نزل يستلم، سلم على طول اسيست جميل جدا جدا جدا. بحب جدا نوعية المهاجمين اللي زي جراديشار. ما بحبش المهاجم الصندوق بصراحة يعني، واكون امين وصريح معاك. جراديشار لعب معاك 7 ماتشات اساسي. ابو علي كان مصاب فيهم، سجل 7 اهداف وصنع 5 اسيستات.